عليك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي إذ تحديت الليالي، وإلهام المعالي أنت في ركب الأوائل. فيك أخلاق. صباح السعادة، صباح الأمل، صباح كل شيء جميل. معكم ياسمين في برنامج بكرة أحلى. رجعت لكم اليوم في موضوع مختلف، موضوع جديد، موضوع متميز مثل العادة. موضوع اليوم حيكون عن الصبر على الظلم. أكيد كلنا ما نتمنى نكون في هالموقف، أنه نكون مظلومين، لأنه الظلم جدا بيوجع. والظلم يعني الشخص لما يظلمك بتحس نفسك أنه من جد نفسك تاخد حقك. بس تعرفوا إيش أجمل منك أنت تاخد حقك؟ إنك تصبر وتحتسب الأجر. طيب، الظلم أوقات بيكون إنه شخص يتكلم على عرضك. الظلم أوقات يكون عن طريق يعني شخص ياخذ مالك، شخص يظلمك إنه يتبلى عليك. وانتوا عارفين إحنا في الزمن اللي إحنا عايشين فيه في ظالمين كثير، في ناس مظلومة كثير، في ناس يعني مأخذ حقها كثير. في المقابل كيف نتصرف في الموقف هذا؟ إيش الخيارات الموجودة عندنا بحال إحنا صرنا مكان المظلوم؟ زي ما أنتم عارفين الظلم ظلمات يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة ليس بينها وبين الله حجاب، تحمل على الغمام ويقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. سبحان الله، يعني كيف إنه دعوة المظلوم تستجاب وبتوصل. وعلى فكرة المظلوم ممكن مو لازم إنه يكون يعني شخص مسلم مثلك، ممكن يكون شخص من غير ديانتك وإنت تظلمه ربي بياخذ له حقه منك. طيب، المظلوم بيكون عنده 3 خيارات. حاعطيكم ال3 خيارات اللي من حق أي مظلوم إنه يختار منها. وطبعا كل خيار يعني تقدر تقول أصعب من الثاني. الخيار الأول هو الدعاء. كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل على الشخص اللي ظلمك، وإنك ترفع إيدك للسماء وتدعي على اللي ظلمك، يعني بتاخذ حقك في الدنيا. وربي سبحان الله يعني الظالم بتهلكه فعلته، الظلم اللي سواه بيهلكه قبل دعائك. يعني الظلم شيء كبير. في المقابل انه انت من حقك انك تدعي وترفع ايدك للسماء ورب ياخذ لك حقك زي ما ظلمك، رب بياخذ لك حقك. وفي عندك خيار ثاني انك تنتظر ليوم القيامة وبعدين تاخذ من حسناته على الظلم اللي ظلمك، على القدر اللي ظلمك فيه. فحال انه الشخص هذا ما عنده حسنات تحط من سيئاتك عنده، يعني ربي بياخذ لك حقك ويحكم بينك وبينه يوم القيامة. وفي خيار ثالث اللي هو إنك تصبر على الظلم وتعفو وتتسامح الظالم. وطبعا زي ما أكيد كلكم حتقولوا إنه جدا صعب، أنا عارفة إنه جدا صعب، بس الشخص المؤمن، الشخص اللي من جواته خلاص إنه يبغى شيء كبير، يبغى أجر من ربنا، حيوصل هالمرحلة وحيسامح الظالم ويعفو عنه. طيب، في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جدا حلو. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. سأله واحد من الصحابة قال له: انصر أخاك مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: إنك تمنعه عن الظلم. يعني لما تشوف شخص مسلم مثلك يظلم شخص آخر، أنت في إيدك إنك أنت ما تنصره. نصرته بتكون إنك تمنع عن الظلم اللي هو اللي قاعد يسويه في الدنيا. طيب، في أنواع زي ما قلنا، في ظلم، أنواع ظلم كثير، من ضمنها إنه الشخص إنه ياخذ مال غيره. أحكي لكم قصة قصيرة قريتها. كان في شخص إنه استلف
الشخص هذا استلف فلوس بحدود 200,000 عشان يفتح مشروع، ولمدة 3 شهور إنه حيرجع له فلوسه بعد 3 شهور. الشخص اللي دينه قال له أوكي، ما أخذ عليه إثبات. بعد 3 شهور الرجال هذا مشروعه نجح، وسألوا الرجال اللي دينه ممكن آخذ فلوسي؟ قال له ما عندك فلوس عندي. قالوا شلون؟ أنا عطيتك. قال له لا، ما عندك إثبات؟ ما عندك إثبات إن لك فلوس عندي. قال له يا ابن الحلال، أنا عطيتك، تذكر اليوم الفلاني الساعة الفلانية يوم عطيتك الفلوس ودينتك عشان تكمل فيه مشروعك؟ قال له ما عطيتني ولا شيء، وأنكر وجحد، أخذ فلوس ما هي فلوسه، مع أنه عنده خير، يعني نجح مشروعه. بعدها الرجال وكل أمره لله وراح، أتوقع أنه داع عليه الرجال هذا، خسر المشروع اللي بعده، خسر بحدود 1,000,000، وفقد 3 من عياله في حادث سيارة. زوجته قالت له يا ابن الحلال رجع للرجال قبل ما يصير مصايب ثانية فينا، لأنه الظلم اللي ظلمه للشخص هذا حتى لو ما رفع إيده للسماء حيهلكه، الظلم بيهلك صاحبه. راح رجع للفلوس، خاف على نفسه وخاف على زوجته، يعني خاف من المصائب اللي بتجي أكثر من كذا. وفي من عظم الظلم إنك تتكلم على أعراض الناس، يعني كان بغيبة، كان بنميمة، كان إنك أنت تطلع كلام على بنات الناس وعلى عيال الناس على الناس بشكل عام. قصة ثانية شدتني قرأتها، كان في امرأة جامعية مطلقة مرتين، حبت واحد تتزوجه من قرايبها، شافته إنه هو سعيد في أسرته مع زوجته، في تعامله مع زوجته وعياله، قررت إنها إيش تخرب بيته على أساس إنه هي تتزوجه. اتفقت مع ولد خالتها، قالت له إنك أنت تطلع كلام على زوجته، وأنا عشان الرجال يصدق ويطلق زوجته وأنا أتزوج الرجال. اتفقوا على هذا الشيء. سبحان الله، سووا اللي في بالهم، سووا مشاكل ما بين الزوج وزوجته، طلق زوجته. سبحان الله، دائما العوض لما يكون من ربنا ما في أجمل منه. بعد ما طلق زوجته، الزوجة هذه راح سبحان الله ربي رزقها بزوج آخر مرتاح، إنسان صالح وطيب، وهو تزوج امرأة ثانية، ما تزوج نفس الإنسانة هذه اللي خربت بيته، تزوج امرأة ثانية. والإنسانة هذه اللي بتحكي وهي ندمانة بسبب الظلم اللي سوته، جاها مرض، اللهم عافينا، مرض السرطان، وولد خالتها اللي ساعدها في الظلم سبحان الله احترقت شقته ومات. سبحان الله، نهاية الظالم دائما سيئة. عشان كذا الواحد لازم قدر الإمكان لو حسس إنه لو بشيء بسيط ظلم غيره لازم يروح يستسمح منه، لأنه سبحان الله ربي يسامحك في اللي بينك وبين ربنا، ممكن يغفر لك، ممكن يسامحك، بس اللي في بينك وبين العباد هذا شيء كبير عند ربنا، ما بيروح إلا لما أنت تروح تتسامح من الشخص هذا. في المقابل إنه من أصعب الأشياء إنك تصبر على الظلم، بس سبحان الله شوف الصبر على الظلم، لما تصبر على الظلم اللي بيجيك، ومن خلاله إنه ربي مخيرك من 3 أشياء إنك تسويها في حال إنك أنت تعرض للظلم، بس ما ترد الأذية بأذية. يعني مثلا تقول إنه أنا هذا الشخص ظلمني مثلا أخذ حقي، لا أنا بروح أظلمه وأخذ حقه، هذا ما يصير، لأنه الله معطيك سبحان الله 3 أشياء إنه من خلالها إنك تسترد حقك، كان في الدنيا كان في الآخرة، أو إنك تعفو وتسامح. يا رب اللهم لا تجعلنا من الظالمين أو المظلومين، واللهم انصر كل عبادك المظلومين. ربي خذ لهم حقهم، والظالمين اللهم اهديهم واصلحهم يا رب العالمين. أتمنى أن حلقة اليوم تكون عجبتكم، وبإذن الواحد الأحد لو عندكم أي استفسار أو أي قصص ممكن تتواصلوا معايا عن طريق الخاص أو عن طريق السوشيال ميديا للإذاعة بإذن الواحد الأحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسون إنه بكرة أحلى وبعد أحلى وبعد بكرة. تحديت الليالي وإلهام المعالي، أنت في ركب الأوائل.
فيك أخلاق عظيمة بالمفاهيم السليمة، وعلى الأسس القويمة تمضي في كل المراحل. ازرع الخير عليهم واستمع دوما إليهم، كي تعش بالحب فيهم ترتقي عرش الفضائل. كن على درب التفاؤل، عش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي إذ تحديت الليالي، وإلهها بالمعالي أنت في ركب الأوائل. يا أخي بالله اسمع، ارتضي الأقدار واقنع، آملا في الناس تزرع، تحصد الخير سنابل. تسري في درب الريادة طامح ترجو الإفادة، إن تشأ فيض السعادة لا تكن بالذكر غافل. كن على درب التفاؤل، عش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي إذ تحديت الليالي، وإلهها بالمعالي أنت في